تعرف الجهاز ده؟ الجهاز ده قديم جدا، مش كتير هيعرفوه غير الأجيال القديمة. المهم الجهاز ده لقيته في مرة وأنا بتمشى في سوق الجمعة، فلقيته شكله قديم كده وبتاع وأنتيكة، فعجبني بصراحة. المهم اللي عملته إن أنا اشتريته، وكان سعره رخيص جدا، بس ما كنتش أعرف إن بسبب الجهاز ده هشوف الويل والرعب كله هيطاردني. قبل ما نبدأ خلونا نعمل الطقوس بتاعتنا. يلا بينا نطفي النور، واخواتنا اللي بيخافوا يا ريت ما يسمعوش القصة دي وهم قاعدين لوحدهم بالليل. اما بقى اللي مش بيخافوا فتعالى، عاوزك تطفي لي النور وتحط لي السماعات في ودنك وتعمل حاجة سخنة كده علشان تشربها، ويلا بينا. مين مننا ما يعرفش سوق الجمعة؟ سوق مشهور جدا، زحمة كتير وبتاع، ولكن في حاجات هتلاقي حاجات فيه رخيصة جدا، زي ما بيقولوا كده برخص التراب. المهم في يوم كنت نازل علشان أجيب أدوات للتصوير عندي، يعني أدوات أنوار وكده. المهم نزلت على هناك وبدأت إن أنا أدور، وعايز أقول لكم في اليوم ده السوق كان زحمة جدا. فوسط ما أنا بدور كده لقيت الراديو. كان راديو أنا كنت فاكر إن أعرفه، يعني كان عندنا ولكن زمان جدا، من يجي حوالي 20 سنة مثلا، وأكيد طبعا كان ظاهر قبل الفترة دي. المهم شكله كان غريب كده، حالته يعني تعبانة، وحالته بالبلة زي ما بيقولوا، ولكنه كان قديم وأنتيكة. فاللي أنا عملته إني اشتريته، وسعره كان رخيص، فخدته وكملت لف لحد ما اشتريت الحاجات اللي انا نازل علشانها. وبعد ما خلصت خدت بعضي وطلعت على البيت. طبعا ركنت الراديو لاني مش هستخدمه دلوقتي، اشوف طبعا الحاجات المهمة الاول. فبدأت ان انا اجرب النور والكلام ده، ولقيتهم الحمد لله شغالين، فعلقت كل حاجة في مكانها. ولكن حصلت حاجة غريبة، المفروض إن كنت أصور في اليوم ده. فالمهم كل ما أجي أظبط حاجة ألاقي حاجة غريبة تحصل، النور يقع، التصوير الكاميرا تفصل لوحدها. اكتشف بعد ما خلصت الفيديو خالص ان انا ما كنتش مشغل المايك اصلا، والكلام ده حصل حقيقي. يعني تخيل كده معايا انك قاعد في وسط المكان اللي انا قاعد فيه ده وبتصور، وبعد ما تخلص تصوير ساعة مثلا تكتشف ان المايك مش شغال. فتخيل معايا، حط نفسك مكاني كده وشوف هتعمل ايه. اكيد طبعا هتضرب دماغك في الحيط. فالمهم ان انا ما عملتش كده وعدت الفيديو تاني، ولكن للمرة التانية اكتشف ان اصلا الكاميرا مش بتصور. فقعدت هديت شوية وصورت للمرة التالتة، والمرة التالتة اكتشف ان الفيديو كله اسود، اللي ظاهر فيه الاضاءة وبس، انا وصوتي مش ظاهرين. ازاي؟ مش عارف. كنت مستغرب بصراحة من كل اللي بيحصل معايا، دي أول مرة تحصل معايا حاجة زي كده. فعلشان كده قلت خلاص أنا مش هصور النهاردة وخليها في يوم تاني. فقفلت كل حاجة وقلت خلاص، وبدأت بقى أشوف اللي ورايا. تاني يوم طلعت على الشغل وخلصت شغل ورجعت على البيت ومسكت اللابتوب بتاعي وبدأت إن أنا أكتب السكريبتات علشان أذاعها. وسط ما أنا قاعد بكتب حصلت لي حاجة غريبة. وأنا بكتب حاجات، يعني حاجات موجودة في عالمنا، حاجات حقيقية، حاجات حصلت. لكن اللي أنا بكتبه لقيت نفسي بكتب حاجات ما حصلتش، حاجات مش أنا اللي عشتها. يعني بكتب مثلا إن أنا رحت بيت فلان، البيت ده مش عارف كان كام أوضة وكانت بتحصل معاه إيه وبتاع، كان في منطقة كذا. أنا ما عشتش التجربة دي، فإزاي أنا بكتبها وإزاي كل المعلومات دي في دماغي؟ المهم فضلت حوالي ساعتين بكتب السكريبت. وبعد ما خلصت استغربت إن أنا بقالي ساعتين بكتب وأنا مش مدرك أنا بكتب إيه. لما خلصت قريت السكريبت كله وكنت في حالة ذهول كده، إيه ده؟ فاللي عملته وقتها، اللي أنا كنت ذاكر مناطق حقيقية في قلب السكريبت، فاللي عملته إن أنا بدأت أبحث عن المناطق دي، واللي عرفته إن المناطق دي فعلا موجودة، ودي مناطق عشوائية في وسط القاهرة. وكمان البيت اللي أنا ذاكر اسمه في السكريبت، البيت ده حصلت فيه جرائم قتل. طب أنا عرفت المعلومات دي كلها إزاي؟ مستحيل تكون صدفة طبعا. أنا وأنا بكتب أنا في دماغي إن أنا بكتب تجربة تانية حصلت معايا أنا، لكن اللي حصل ده ما حصلش معايا. فالمهم قلت مش مشكلة،
تمام، أنا هاحكي التجربة دي وأعرّف الناس إن التجربة دي مش بتاعتي يعني، ما حصلتش معايا يعني، ولكن كل أمّا آجي أحكي تحصل حاجة غريبة، كل أمّا آجي أسجّل يحصل اللي أنا قُلت لكم عليه قبل كده، المايك أكتشف إنه مش شغّال، الكاميرا تفصل، حاجة تُقع، بتاع، حاجات غريبة بتحصل بتمنعني إن أنا أصوّر، لحد أمّا جات لي عقدة كده من التصوير وقُلت خلاص أنا هاوقّف تصوير لفترة معيّنة لحد أمّا أشوف حل في اللي بيحصل ده، ولكن كانت بتظهر لي حاجات كده وأنا باقلِّب في الموبايل عن البيت، يمكن عشان أنا بحثت عن البيت دوّة كتير، فالاقتراحات بقت تظهر لي البيت ده، خصوصًا يعني إن في ناس كتير اتكلّمت عن قصة البيت ده وعن اللي حصل فيه. فبدأت أجمع معلومات عن الموضوع ده لحد ما عرفت إن في واحد اتقتل هو ومراته وعياله جوه البيت. لحد دلوقتي يعني القضية دي حصلت من يجي حوالي 11 سنة، لحد دلوقتي محدش عارف هما ماتوا ازاي. اللي حصل إن الشرطة لما دخلت البيت لقوا الراجل شانق نفسه في نص البيت كده ومتعلق، ومراته وعياله كلهم مقتولين. في نفس اليوم ده طلعت الراديو اللي كنت ناسيه اصلا وقلت اما اشوفه كده شغال ولا لا، وانا كنت عارف اصلا ان هو مش شغال، انا كنت جايبه يعني كانتيكه بس اصور بيه وكده. المهم طلعته وحطيته قدامي وبدات ان انا العب كده في الزراير يمين وشمال، وما كانش فيه اصلا يعني ما كانش فيه فيش، هو شغال بحجره. فجبت حجره وحطيتها وبدات ان انا احاول اشغله من فوق من تحت بتاع، ما اعرفش اصلا بيشتغل ازاي. المهم اني لقيته اشتغل. كان في الاول كان جايب صوت وش كده، وش كأن حد بيتكلم، ولكن صوت بعيد كأن مفيش شبكة. فبدأت أركز وأحطه عند ودني لحد ما سمعت حد بيتكلم. في وسط صوت الوش ده سمعت حد بيقول: روح البيت، روح البيت. جملة كانت بتتكرر حوالي 7 مرات: روح البيت، روح البيت. والصوت اللي كان بيقولها كأنه صوت بعيد كده وتخين. فما كنتش فاهم طبعا ايه ده. فضلت اقلب، احاول ان انا اقلب قناة اعمل اي حاجة، ما كانش في اي حاجة. ومرة واحدة لقيت حصلت حاجة غريبة، لقيت حد نطق باسمي من جوه الراديو. واللي حصل إنه قال لي: الأرواح محتاجة تتحرر يا نبيل، أنت لازم تروح البيت. في اللحظة دي بصراحة خفت، رحت رميه بعيد كده وبتاع، وأول ما رميته بعيد عني الصوت كان فصل تماما. ففضلت قاعد بعديها كام يوم وأنا يعني مش مقتنع بصراحة باللي حصل، وفضلت أقول لنفسي يعني خلاص كأن مفيش حاجة حصلت وكده علشان أعرف أشوف شغلي. المهم الشغل بتاعي اللي انا فيه شغلي الاساسي يعني كان بيحتم عليا ان انا ما بعرفش اسجل كتير، ما بسجلش غير في ايام اجازتي. المهم كنت قاعد حوالي 4 5 ايام كده اجازه من الشغل اللي انا فيه، وقررت ان بقى ارجع تصوير تاني، كان بقالي فتره ما بصورش. وانا بصور فقلت خلاص انا هسجل حاجه تانية غير القصه اللي حصلت معايا دي. فوقفت قدام الكاميرا وبدات ان انا اصور تجربه تانية انا عشتها بقالها فتره يعني. المهم لقيت كل حاجه تمام، والتجربه تمام، والتصوير مفيش اي حاجه فيه، والمايك تمام، والاضاءه اللي انا لسه شاريها جديده، كل حاجه تمام. فقلت كويس قوي، قلت بما ان بقى الدنيا مظبوطه كده ولسه عندي وقت، فايه المشكله لما اكتب عن السكريبت اللي انا كتبته. ولكن بمجرد ما فكرت ان انا اعمل كده هوب لقيت الكاميرا اللي انا حاططها قدامي وبصور منها راحت واقعه من على الستاند ووقعت، اتكسرت. قلت بس دي علامه ان انا ما اكتبش عن الموضوع ده. ولكن ليه؟ كان جوايا فضول كده، لحد ما في مره وانا قاعد في الاوضه بتاعتي ببص سمعت صوت خارج من الراديو. كان صوت سويت كده، ناس بتصرخ وبتاع وبتجري. وكنت سامع حد عمال يقول: هقتلكم، هقتلكم. اصوات كتير كنت سامعها خارجه من الراديو. قمت وقربت منه وفعلا اتاكدت ان الاصوات دي خارجه من الراديو. فضلت مركز مع الصوت لحد ما في وسط الكلام، او بعد ما الكلام خلص يعني، لقيته بيقول لي: لازم تروح البيت يا نبيل. فسبت الراديو على جنب، واول ما سبته كان الصوت فصل تماما. فعرفت ان في حاجه عاوزاني اروح المكان. اصل اللي حصل ده كله ما حصلش صدفه يعني، ان اكتب السكريبت وانا ما اعرفش عنه حاجه واول مره اسمع عن الموضوع ده، وان اشتري راديو قديم والراديو ده يفضل يجيب لي اصوات كأن الاصوات دي كانت بتحصل جوه البيت اللي انا ما رحتوش ولا مره ولا اعرف عنه حاجه. المهم ما اعرفش القرار ده كان غلط ولا صح، ولكني قررت ان اروح المنطقه دي عشان اسال عن البيت بدافع الفضول يعني. وده اللي حصل فعلا. في يوم خدت بعضي وطلعت على هناك، بدأت إن أنا أسأل الجيران. البيت كنت شايفه قدامي كان بيت كبير كده مكون من 3 أدوار، ومن تحت ليه بوابة والبوابة دي مقفولة، وهو من جوه كان مظلم تماما، مفيش حد أكيد ساكن فيه. بدأت إن أنا أسأل الناس المجاورة للمكان، وأول واحد سألته كان راجل كبير، كان عنده كشك
بيبيع فيه حاجات كده وفارش قدام البيت. لما سألته عن البيت قال لي البيت ده من يجي 10 أو 12 سنة كده حصلت فيه حاجة غريبة. كان عايش فيه واحد، هو وعنده ولد وبنت ومراته. المهم الراجل ده ومراته كانوا عايشين حياة عادية زينا كده، وكانوا ناس على قد حالهم، ولكن ربنا فرج عليهم واشتروا البيت ده. في الأول كانوا عايشين وسطنا وما شفناش منهم أي حاجة وحشة، ولكن مرة واحدة الراجل بدأت تحصل منه حاجات غريبة كده. بقى يزعق كتير في البيت، كنا بنسمع أصوات الصريخ خارجة من البيت في عز الليل. ولما نيجي نتكلم معاه ونقول له يعني ما ينفعش كده وما يصحش، اديك شايف البيوت هنا لازقة ببعضيها ازاي، كان بيزعق لنا ويقول لنا مالكوش دعوة، أنا في بيتي وأعمل اللي أنا عاوزه. ولا كنا بنشوف حد من عياله أو مراته بيخرجوا من البيت، هو بس اللي كان بيخرج. وقت ما كان بيخرج كان بيعمل مصيبة ويرجع تاني، لحد ما في بعض الكلام كده اتقال إن هو بيعمل السحر في البيت والكلام ده. فقلنا خلاص ملناش دعوة بيه، أصل إحنا اتكلمنا معاه كتير قوي يا ابني، ولكن الكلام ما منوش فايدة، هو برضو اللي في دماغه في دماغه. حاولنا نوصل له إن السكة دي غلط ومش هينوبها منه غير الأذى، ولكنه مصمم على اللي في دماغه. لحد ما في يوم حصل اللي حصل، صحينا كلنا على نار طالعة من البيت وأصوات صريخ، كأن في 100 واحد جوه البيت بيتعذبوا. المهم طلبنا الإسعاف والشرطة وجم، والمشكلة لما جم كانت النار زي ما ولعت لوحدها اتطفت لوحدها. والغريبة إننا لما دخلنا جوه لقينا كأن البيت ده سليم ومفيش أي نار ولعت فيه، البيت كان زي ما هو كأنه ولع من بره بس. دخلنا جوه، وأول ما دخلنا لقينا الراجل متعلق في سقف البيت، وكان مشنوق ومدلدل كده وشكله كان حاجة فظيعة. وبدأنا بقى نلاقي جثث عياله ومراته. مراته لقيناها مذبوحة ومرمية في الحمام، وابنه وبنته كل واحد فيهم كان مذبوح بنفس الطريقة ومرمي في الأوض بتاعته. طبعا الشرطة فضلت تدور على اللي عمل كده، ولكن في الآخر قالوا والله أعلم إن الراجل ده هو اللي عمل كده فيهم. فاللي حصل إننا قلنا خلاص البيت ده مش هيفتح تاني وخلاص على كده الموضوع خلص. ولكن بعدها بقينا نسمع أصوات صريخ وحاجات غريبة بتحصل جوه البيت. كنا بنشوف خيالات رايحة جاية وأصوات ناس بتزعق مع إننا عارفين إن مفيش حد جوه. حاول كذا حد إن هو يأجر البيت ده ويقعد فيه، ولكن ما قدرش، محدش كان بيطيق يقعد فيه ساعتين على بعض، فاتقفل. وبعد كام سنة كده الموضوع خلاص خلص، ولكن طبعا محدش بيقرب منه. فالراجل في آخر الكلام قال لي هو أنت بتسأل ليه؟ فقلت له لا أبدا، أنا صحفي بس وبجمع معلومات عن المكان وكده علشان يعني أذاع. فقال لي ما بلاش يا ابني، البيت ده أذى ومحدش بيجيب سيرته وبيطلع سليم. فقلت له ماشي يا حاج، شكرا شكرا، وخدت بعضي ومشيت. كنت واقف قدام البيت، وعارف انت الفضول اللي بيسوقك، حاجة جوايا بتقول له ادخل وحاجة تانية بتقول لي لا. طب انا اسمع كلام مين؟ سمعت كلام فضولي. وعملت ايه بقى؟ قربت من باب البيت. الباب من بره كان مربوط كده بجنازير، وكان عليه 3 اقفال، فكان من المستحيل ان انا ادخل من الباب. فلفيت حوالين البيت كده ولقيت شباك كان نصه مفتوح، فنطيت منه وانا عارف ان ده غلط، ولكن ده اللي حصل. واول ما دخلت كانت الدنيا جوه كلها ضلمه كحل. طلعت الموبايل بتاعي ونورت الكشاف وبدات ان انا ابص يمين وشمال كده. المكان طبعا كان مهجور، محدش بيدخله من سنين. فاللي كان موجود فيه اللي هو الخيط بتاع العنكبوت، والتراب كتير مال المكان، والمكان هادي تماما. قربت من السلم اللي كان قدامي وطلعت منه، ولقيته بيطلعني على دور تاني فوق، وكان في نفس البيت. يعني البيت كان عامل زي الفيلا كده، ما كانش فيه شقق وكده، لا كان كله مفتوح على بعضه. طلعت الدور الاول ولقيت فيه اوض، كذا اوضه يعني بتاع 3 4 اوض، ولكن ما كانش فيه حاجه غريبه. بدات اتفحص الاوض واللي كانت فاضيه تماما. طلعت الدور اللي فوق ولقيته برضه نفس نظام الدور الأول، مكانش فيه أي حاجة. ولكن وأنا فوق سمعت صوت جاي من الدور الأرضي، أو يمكن من الدور الأول. فنزلت جري، وفي اللحظة دي رحت مشغل الكاميرا وبدأت إن أنا أصور فيديو وأنا مشغل الفلاش، علشان يعني لو في حاجة أو كده تبقى ظاهرة قدامي. نزلت من البيت وأنا عمال أدور يمين وشمال كده، ولكن مفيش حد. كنت سامع صوت بس. مرة واحدة لقيت المكان اتحول. المكان اللي كان كوم تراب قدامي بقى مكان فخم. الحيطان كأنها لسه متبيضة حالا، الكنب والأساس كانوا كأنهم لسه جايين، وكل حاجة كانت جديدة. في الدور الأرضي كان قاعد قدامي واحد معرفوش، كان قاعد مشغل شاشة التلفزيون وقاعد بيتفرج عليها، وجنب منه كانت قاعدة مراته، وقدامهم كان في طفلين قاعدين وهما بيلعبوا.
والطفلين دول كانوا ولد وبنت. المهم فضلت واقف باصص كده، ومن الواضح ان هما ما كانوش شايفيني. كنت مستغرب من اللي حصل اصلا في البيت. فضلوا قاعدين والواضح عليهم انهم يعني كانوا عيله سعيده. الاب والام قاعدين بيضحكوا والاطفال قاعدين بيلعبوا، ومفيش اي حاجه تقول انهم ليهم علاقه بالسحر وكده. ومره واحده سمعت صوت صريخ تاني جاي من الدور اللي فوق. فسبت اللي انا فيه في الدور الارضي وطلعت على الدور اللي فوق. الصوت كان جاي من اوضه في اخر الدور. رحت على الاوضه دي ولقيت نفس الناس اللي كانوا تحت موجودين في الاوضه، ولكن شكلهم كان غريب شويه. كانهم كبروا، كأن السنين عدت ما بين الدور الارضي والدور اللي فوق. الاطفال كانوا كبروا كده، كانوا نايمين على السرير، والاب والام كانوا واقفين قدامهم وعمالين يزعقوا. معرفش كانوا بيزعقوا بيقولوا ايه او بيتكلموا عن ايه يعني، ولكن في اللحظه دي ملحقتش الحقيقه ان انا افهم، لاني سمعت صوت تاني جاي من الدور اللي فوق. فسبتهم وطلعت على الدور اللي فوق. واول ما طلعت لقيت حاجه غريبه. الاب كان قاعد في اوضه، والاوضه دي كانت يعني معتمه شويه كده، وكان في قدامه ترابيزه، والترابيزه دي كان عليها كتاب. وكان فاتح الكتاب وقاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات اغرب. عينيه كانت لونها ابيض، وباصص لفوق وعمال يرعش بيها. ومره واحده لقيت الست دي فتحت الباب ودخلت. وطبعا ما كانوش شايفيني. فضلت تزعق معاه وتقول له اللي انت بتعمله ده غلط، وهتودينا في داهيه وهتموت العيال. وهو ولا هنا. فضل برضه مركز في اللي هو بيعمله لحد ما خلص، ولقيته راح قام وقف وقرب منها ومسكها من دراعها. في اللحظه دي فضلت تصرخ كأن دي كانت نار ومسكت فيها. وفضل يقول لها مالكيش دعوه، قلت لك 100 مره ابعدي عن اللي انا بعمله، ده لو خايفه على نفسك وعلى عيالك. وراح زقها وهي طلعت بره البيت. ومش عارف ده حصل ازاي، ولكن لقيته بص لي. ايوه، عينه جت في عيني. فرحت خارج من البيت بسرعه ونزلت على الدور اللي تحت. لما نزلت على الدور اللي تحت لقيت حاجه غريبه. لقيت الراجل ماسك سكينه وماشي بيها ناحيه الاوضه اللي في الدور الاول. فمشيت وراه، وعلى ما دخلت الاوضه كان ذبح عياله الاتنين وخرج قدامي. خرجت وراه ولقيته طلع على الدور التاني، فتح باب الأوضة اللي كان فيها في الدور التاني قبل كده، ودخل. ومراته كانت نايمة. قرب منها وراح تابعها. بعدها خرج، وكأنه ماشي وهو نايم مغناطيسيا، عامل زي الروبوت كده، كأنه مش واعي لنفسه ولا عارف هو بيعمل ايه ولا ماشي ازاي. نزل على الدور اللي تحت وربط حبل في السقف وراح شانق نفسه. وكل ده كان بيحصل قدامي. وبعدها بقى ايه اللي حصل؟ البيت اتحول زي ما كان. رجع تاني معتم ومليان تراب ومليان الخيوط بتاعت العنكبوت والحاجات اللي ذكرناها في الأول. فاللي أنا عملته إني خدت بعضي وطلعت من البيت ده. أنا كده يعني خلاص عرفت اللي حصل. المهم قبل ما أطلع من البيت شفت حاجة غريبة. الراديو اللي أنا اشتريته من سوق الجمعة كان موجود في نفس البيت. كان محطوط على طاولة، والطاولة دي كانت جنب باب الشقة، هو بنفس شكله ونفس كل حاجة. المهم خدت بعضي وطلعت من البيت وطلعت على بيتي، وعرفت ان البيت ده مكان محظور ما ينفعش اي حد يدخل فيه. طب انا ليه دخلت؟ والسؤال الاهم، انا ليه خرجت منه وازاي خرجت منه؟ اول ما وصلت البيت طبعا مسكت الراديو وانا في نيتي ان خلاص هرميه، مش ناقص مصايب، كفايه يعني اللي انا بذيعه. ولكن لقيت صوت صدر منه، والصوت المره دي كان واضح، ما كانش فيه وشوشه وكده. الصوت كان تخين، ولكن كنت عارف مين صاحب الصوت ده. ده كان نفس صوت الراجل اللي سمعته في البيت. كان بيقول لي نبيل، انا عارف انك سامعني كويس. الراديو ده ما جالكش بالصدفة ولا عشان انت لقيته بيتباع كده فخدته. ده جاي لك انت مخصوص علشان تعرف كل اللي حصل في البيت. اللي حصل كان سر فات عليه سنين، ومحدش قدر يفسره ولا يفهم ايه اللي حصل، لان اصحاب القصة نفسها كلهم ماتوا. الراديو ده وصل لك علشان تنشر الحقيقة وتعرف الناس، وبعد ده ما يحصل الأرواح اللي ماتت في البيت هتكون ارتاحت. ولو ده ما حصلش، انت عارف ايه اللي هيحصل لك. انت خرجت، ولكن في مقابل قصاد ده انك تنشر كل اللي حصل معاك وتفهم الناس ايه اللي حصل في البيت ده. ولو انت ما عملتش كده هتكون نهايتك جوه البيت. وحاجة كمان، الراجل اللي موت عياله ما موتهمش علشان هو كان عايز يعمل كده، هو موتهم لأنه اندمج في السحر وفي الكتاب اللي كان معاه، وكان عاوز يحضر روح علشان تساعده وتجيب له كل اللي هو عاوزه. ولكن طبعا ده كان لازم مقابل، وهو دفع الثمن، انه ذبح عياله وذبح مراته وهو مش في وعيه. ولما بدأ يستوعب اللي عمله قرر يبوظ الخطة
وإنه شنق نفسه. فأنت لازم تعرف الناس إن الطريق ده نهايته وحشة. وبس كده. وبس كده. ولو وصلت لحد هنا اعرف ان انت من الناس المميزين جدا عندي. ولو القصة عجبتك ما تنساش تسيب لي تعليق وتقول لي لو في اي اخطاء نحاول نعدلها. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك. وبس كده. اشوف وشكم على خير. كان معاكم محمد نبيل. سلام.